اوعي تكوني مفكره ان العصير الطبيعي والشوكولاته اللي بتديها لعيالك دول حاجه بسيطه. اللي بتاكليه لاولادك دلوقتي ممكن يبقى سبب انه يتعذب طول عمره. اسمعوا كلام ده وخليكم معايا. يعني بايه؟ بسمنه، بسكر، بتسوس سنان، بضغط، وممكن امراض قلب ومشاكل تفضل معاه سنين. تعالي اقول لك على 6 اخطاء بتعملها الامهات في اكل عيالهم من غير ما يقصدوا، وصدقيني لو عدلناها كل حياتهم هتتغير. وفضلا وليس امرا، ان مش مشترك في القناه يشترك، واللي بيشوفني من موقع اخر ممكن يعمل متابعه وشير ولايك وتعليق لنشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. وندخل في الموضوع ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. وسجلوا حضوركم بالصلاه على الحبيب. كل ام عايزه ابنها او بنتها يكون احسن حد في الدنيا طبعا، ومش عايزه تحرمه من اي حاجه، وده حقها ما حدش يتكلم فيه. لكن في حاجات بتعملها بحسن نيه للاسف بتدمر صحتهم من غير ما تاخد بالها. الموضوع مش كلام مرسل، يعني مش من كلامي انا، دي توصيات منظمه الصحه العالميه والاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال. تعالوا نشوف الكلام ده ايه. ايه هو الخطأ؟ قلنا هنقول 6 اخطاء. الخطأ الاولاني هو السكريات المضافة. يعني ايه السكريات المضافة؟ اللي احنا بنحطها بايدينا على الاكل، في زي البسكوت. البسكوت فيه سكر مضاف، زي الكيك، زي الحلويات، زي السندوتشات المربى، دي كلها سكريات ايه؟ مضافة. السكر ده بيعمل ايه؟ بيرفع الوزن بسرعة جدا، بيرفع وزن الطفل بسرعة جدا، وبيبوظ حساسية الجسم للانسولين. يعني عارفين معنى ايه الكلام ده؟ يعني بيخليه جسمه مستعد للإصابة بمرض السكر من النوع التاني. خلي بالكم. ايه تاني السكر هيعمل ايه؟ بيعمل تسوس السنان المبكر حتى لو سنان لبنية. هتقولي يا ابني لسه اسنانه لبنية. لا، حتى لو اسنان لبنية غلط برضه. طب ده الخطأ الأولاني. الخطأ التاني اللي بيقع فيه الستات، العصاير حتى لو الطبيعية. خلي بالكم هنا بتكلم حتة مهمة قوي. العصاير حتى لو العصاير طبيعية بتعمل ايه؟ بترفع سكر الدم بسرعه اسرع من الاكل، بتبوظ مينا السنان، وخصوصا لو اتشرب العصير ده بالليل. وطبعا ممنوع شربه قبل عمر سنه، ومن سنه من سنه ل3 سنين المفروض ما يشربش اكتر من ربع كوبايه صغيره. وهلاقي واحد طالع لي او واحده تقول لي يا استاذ ده عصير فاكهه طبيعي، يعني المفروض ما بيضرش. بس هو عصير فاكهه طبيعي مع فاكهه معصوره، يعني لازم يكملوا الجمله، فاكهه معصوره. العصير حتى لو كان طبيعي لما بنعصر الفاكهه بنفقد اهم حاجه فيها وهي الالياف. ليه بقى؟ الالياف دي بتعمل ايه؟ بتبطئ امتصاص السكر في الدم. والنتيجه بتكون ايه؟ لما نشرب العصير الطبيعي ده، النتيجه بيدخل السكر بيدخل الدم بسرعه، وبيرفع الانسولين فجاه. عارفين يعني ايه بيرفع الانسولين فجاه؟ وبعدها بيسيب الطفل في حاله خمول ويجوع تاني، عايز ياكل تاني وتالت. انتم عارفين ان كوبايه العصير دي، عصير لو نفرض كوبايه عصير برتقال فريش فيها كام معلقه سكر؟ عارفين قد ايه؟ قولوا كده رقم. فيها 9 معالق سكر طبيعي مش مضاف. 9 معالق. عارفين يعني ايه؟ والكارثه كمان ان كل الناس ما بيشربوش الفريش كده على طول، ده لازم يحلوه تاني بسكر. يعني ممكن الام بتحط على الكوبايه، يعني الكوبايه فيها 9 معالق، ممكن تحط عليها معلقتين 3 سكر، يعني الكوبايه فيها اصبح 12 معلقه سكر. ايه ده؟ ده افترا ده والله. يعني اكتر من ازازه الحاجه الساعه. انا دايما بنحذر ان الكنزايه ولا ازازه الحاجه الساعه فيها 7 8 معالق سكر، لا دي كوبايه العصير الطبيعي دي فيها 12 معلقه سكر. الله. يعني ودي ضعف الكميه، كميه السكر اللي منظمه الصحه العالميه موصيه بيها. بتقول ما ينفعش يتعدى الطفل في اليوم اكتر من 6 معالق سكر في حياته كلها، في اليوم كله، مش في المشروبات بس، في اليوم كله، في حلويات، في الاكل والشرب، حتى السكر في العيش، حتى في السكر اللي في الكيكه، في اي حاجه المفروض في الاخر ما يزيدش على 6 معالق سكر. الكلام ده بقى على العصير الطبيعي، فما بالك بقى بالعصير اللي هو مش عصير؟ العصير اللي كلنا بنجيبه لاولادنا ومكتوب عليه شراب او مشروب، ده عباره عن ميه وسكر ونكهات صناعيه ومواد حافظه وايه ومغلظات قوام. مغلظات قوام يعني حاجه بتخلي قوامه كده تقيل علشان تحس، تديك احساس انه عصير طبيعي. يعني هنا مش بنتكلم بس على سكر، ما بنتكلمش على سكر بس في العصير ده، لا ده انا بنتكلم كمان على مواد كيماويه بتخش جسم الطفل.
بتعمل ايه المواد الكيماويه دي؟ طبعا بتعمل مشاكل في الكبد والجهاز الهضمي، ومع الوقت بتضعف المناعه. ده الخطأ التالي. ايه الخطأ التالت؟ الاكل الجاهز وسناكس. طبعا شيبسي، بسكوت محشي، سناكس ملونه، كل الحاجات دي فيها ايه؟ ما انا الكلام ده قلته قبل كده، فيها ايه؟ فيها دهون مهدرجه، فيها دهون ايه؟ مهدرجه، وكمان فيها ملح عالي. الحاجات دي يعني ايه؟ يعني امراض قلب، يعني ضغط، يعني زياده وزن، يعني ضعف مناعه وقله تركيز. ده الملح الزايد يا جماعه بيرهق ايه؟ بيرهق الكبد والكلى، بيرهق الكلى، بيرهق الكلى، وبيأثر على ضغط الدم مبكرا. الطفل الصغير ممكن يجي له ضغط دم وانتم مش حاسين. نيجي للخطأ الرابع والأخطر. الخطأ الرابع والأخطر هو ربط الأكل بالمكافأة. يعني إيه ربط الأكل بالمكافأة؟ كل يا ابني الخضار ده وهديك حتة شوكولاتة، اشرب كوباية اللبن دي وهجيب لك الشيبسي اللي بتحبه، كل شوية إيه حاجة مفيدة يعني حتة اللحمة دي وهجيب لك الحاجة الحلوة اللي أنت عايزها. النتيجة إيه؟ بيعمل ربط نفسي بين الحلويات وحب المكافأة. النتيجة ان الطفل بيكره الاكل الصحي. انت بتنشئي فيه حته انه بيكره الاكل الصحي. عشان ياكل الاكل الصحي لازم تجيبي له مكافاه، حته شوكولاته ولا باكو شيبسي والحاجات دي كلها. النتيجه بيكره الاكل الصحي. خلي المكافاه عباره عن لعبه، تجيبي له لعبه او حضن كويس او فسحه، مش اكل. ده الخطا الرابع. الخطا الخامس، وطبعا الكل بيعمله، المشروبات الغازيه. بصرف النظر ان الكوبايه او الكنزايه او ازازه الحاجه الساقعه فيها 7 8 معالق سكر، بغض النظر ومشاكل السكر اللي احنا قلناها من شويه دي كلها، ايه تاني بيحصل؟ المشروبات الغازيه فيها سكر وفيها كافيين وفيها فوسفوريك اسيد. اضرارهم ايه؟ بتسحب الكالسيوم من الدم. تسحب الكالسيوم من الدم، وانتوا عارفين لما الكالسيوم يقل من الدم بيحصل ايه؟ بتسبب عصبيه وارق للطفل. الكافيين اساسا ممنوع للاطفال تحت سن ال 12 سنه. ده انتوا ما بتحكموش في اطفال عندهم 7 8 سنين. طب الخطا السادس، اهمال شرب الميه. الخطا ده اللي ما حدش بيديله اي اهتمام. ما بنهتمش ان الطفل يشرب ميه. في اطفال بتشرب عصير طول النهار ولبن ومفكرين كده بيستغنوا عن الميه. ده بيحصل له امساك وبيحصل ضعف التركيز وبيحصل مشاكل، والامهات مش واخده بالها، بتنسى شرب الميه اللي هو الاساس في الحياه كلها. العصير يا جماعه مش بديل للميه. العصير مش بديل ايه؟ للميه. واخيرا، صحه اولادنا مش لعبه. صحه اولادنا مش لعبه. اي قرار صغير في البيت دلوقتي بيبني مستقبل صحي او بيهده. الاهالي بيفكروا ان الطفوله وقت متعه، ان الطفوله دي وقت متعه وهنعتني بيه لما يكبر شويه، لكن العلم بيقول غير كده. العلم بيقول حاجه تانية خالص. العلم بيقول ان العادات الغذائيه بتتشكل اول 5 سنين من عمر الطفل. العادات الغذائيه بتتشكل اول 5 سنين من عمر الطفل وبتفضل معاه طول عمره. ابدأي بخطوه بسيطه، ابدأي بخطوه بسيطه. قللي السكر، بدلي العصير بالفاكهه الكامله اللي فيها الياف، علشان الطفل ايه؟ يستفاد بالالياف وبيستفاد بالفاكهه كامله. تعملي ايه تاني؟ ولو الطفل عايز شويه عصير اديله شويه صغيره خالص كده، ما تحرموش. وابعدي عن السناكس. شجعي الطفل يشرب ميه على قد ما يقدر خلال اليوم. وما تستخدموش العصير والحلويات كمكافاه، علشان ما يربطش في ذهن الطفل الاكل الغير صحي بالفرحه. صدقيني هتشوفي فرق كبير جدا في النشاط والمزاج وحتى التركيز بعد ما تعملي اللي هقول لك عليه ده. قولوا لي في التعليقات بقى، هل كنتوا فاكرين العصير الطبيعي ده صحي؟ وايه اكتر حاجه ابنك مدمن عليها؟ ولو هتغيري حاجه في اللي انا قلته ده كله هتبتدي تغيري ايه؟ او هتبتدي تمنعي ايه عن الطفل؟ لو شايف المعلومه دي، لو شايفين المعلومه دي صدمتك وفتحت عينك على حاجه جديده، شارك الفيديو ده عشان مع كل اب او كل ام او يهمهم صحه ايه؟ اولادهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واجعله في ميزان حسنات كل من شاهده وشيره ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. ما تنسوش تدعوا لي وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، وتدعوا لاخوانكم، وما تنسوش تدعموا القناه بالشير واللايك والتعليق لنشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. انا اسف جدا، معلش كان عندي برد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.